السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الامور كلشي هاني مهنيين. واحد النهار كان بصراحه الجو متقلب، يعني شويه تكون واحد الشميشه، شويه تكون الشتا. ايوا قلنا نخرجوا الدراري، ما ربما حيت بانت لي بحال الجو ولا زوين صفا، خرجناهم. ايوا البنات يلا وصلنا، شوف الشتوات خيطه من السماء. المهم البنات الشتا هنا واحد البارك زوين البنات، غزال 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 هنا في الالواغ، واحد المنظر اللي هو غزال كيف ما تشوفوا معايا. ها هو البنات الشتا، ما عندنا ما نديرو، غنديرو واحد نص ساعه فيها ونمشيو بحالنا صافي، ما كاين الزهر. كيف ما تشوفوا معنا البنات تنبغيو شويه نخرجوا مساكن الوليدات، تيبغيو يبدلوا شويه الجو، هما ما تعرفوا لا الشتا كاينه، راه اليوم الحال ما زوينش، لا والو توقفوا لي في الباب تقول لك والو خرجينا بغينا نمشيو. يعني اليوم قلت فين غنديهم، جبتهم البنات لهاد البلاصه هذه اللي هي غزاله ما بعيداش علينا بزاف. هاد البارك هذا اللي هو كبير البنات، وفيه حتى هذاك راه على شكل واحد البحر صغيور، عرفتي غزال تما. عرفتي ملي تكون الدنيا يا الخواتات تكون الدنيا مشمشه وتكون الحال ما تلقاش البلاصه فين تجلس تما. البنات راه كاينه الرمله، كاين كلشي، البلاصه فين تجلسوا ما كايناش. عرفتي واحد النهار مشيت وكان الحال سخون، وديت الدراري وديت نعم السيدي، ديت الماكله، ديت معايا الكوتي، ديت لهم لي ساندويش، درنا تما كاين الغدا ودرنا الكوتي تما كاين. عرفتي بقينا الثلج من وقت ما خواتش الدنيا، والدنيا عامره. عرفتي كاين واحد البارك كبير تما، كاين اللي هذا اللي جو البنات فين يلعبوا الوليدات. اللي بغى يتبحر تما كي راه تنتبحروا، يعني الوليدات انا عندي تيعوموا تما كاين. ان شاء الله دابا ملي غادي دابا راه تشوفوا معايا البنات، ها انتم دابا الصيف اختي راه شهر 8، شهر 8 البنات، ولابسين الكبابط مكبطين والحراره، وكان اليوم واحد الريح وواحد البرد البرد والشتا خيط من السما، يعني ما سحاتش. راه هذه سيمانه والصرف والشتا هكا، يعني ما ساحيه ما والو. والدراري وتنقول لهم يلاه نمشيو صافي، حيت انا لقيت اللي جيت هنا كانت ساحيه واحد شويه، ويا ربي ويعطي خيره قال لك والو ما نمشيوش نبقاو فيها بحال هكاك واخا تصب علينا. كيف ما تشوفوا معايا انتم البنات، كاين الكريسيات، كاينين الطويبلات، كاين فين يلعبوا الدراري، زعما داكشي كاين تبارك الله. المهم كاع داكشي اللي تيبغيو الوليدات كاين تما، كاين اللعاب يعني الكبار والصغار. دابا البنات هادشي اللي تنوريكم راه غير ديال الدراري هكا الصغيورين ديال 4 سنين 6 سنين 7 سنين، وكاين اللعاب حتى ديال ما كثر 13 عام 14 عام. كاين هذاك الطوبوغون تبارك الله كبير، دابا في الاخر غادي نوريها لكم، ولكن الشتا البنات برداش غنقول لكم. عرفتي الصيف تاعنا، عرفتي تنهضر مع مالين الدار تيقولك عندهم الحراره وتما وهنايا البنات راه خيط من السما. قالوا لي هذا العام اوروبا كلها هكا، يعني كلها ما صبات فيها الشتا بزاف، يعني شهر 8 البنات تكون هاد الحراره بحال هكا ولابسين المونطوات شي حاجه واعره. شوفوا جنينه، شوفوا جنينه قالت لك سيدي باغا تطلع الفوق، باغا حتى هي تطلع، بس هي دايره حقها والله، هي تتقاتل مع الدراري، تتقاتل معاهم البنات، والو حتى هي دايره بلاصتها. المهم جبتهم حيدتهم اليوم مساكن بقاو فيا، داكشي قلت راه نخرجهم حتى هما شويه. بالحق ما ديت لهم هنا لا كوتي، ما ديت لهم حتى حاجه، خرجناهم وصافي. تغدينا في الدار وخرجنا صافي. البنات تا جيت للدار عاد غدا نصاوب لهم كوتي ديالهم وداكشي. هنا ديال البنات الطوبوغون اللي قلت لكم الكبيره هادو ديال الدراري الكبار تبارك الله، يعني 13 عام 15 عام و16 عام. هنايا الطوبوغون هادي كبيره ديالهم، دايرين لهم تما كاين فين يلعبوا داكشي، وتما كاين هذيك البحر. وهذا قلت لكم في الصيف، يعني ملي تيكون دابا حنا الصيف، يعني راه الصيف وشوفوا الدنيا كي دايره. ملي تكون الحال مشمش ان شاء الله غادا نشارك معاكم ضروري، حيت داك النهار جيت البنات وما شاركت معاكم والو. شحال هذه راك شحال ديما صورت لكم شي حاجه، والله ما كاين الوقت، تنعيا تنقول زعما ندير فيديوهات حيت فيديو مور فيديو باش تطلع القناه، والو ما قدرتش عييت، يعني درت جميع المحاولات وما قدرت. يعني جهد الله، الجهد لا جهد الله والله. زعما تنشوف تبارك الله هاد اليوتيوبرز البنات تصوروا الحياه ديالهم، تصوروا كل شيء، انا والله جاغيف ما نقدرش. شوفوا معايا كيف ما تشوفوا هانتوما تقولوا غير بحر. الرمله عرفتوا هادي ما فيه لا مواج لا والو، والله لا غزال 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 غزال. عرفتي قلت لكم راه تنجيب البنات هنا الماكله، تنجيب الغدا، تنجيب الكوتي، وتنجي هنايا البنات للبحر تنتبحر مع راسي.
ولكن تيكون عامر، تيكون مدكوك، ما تلقاش فين تجلس. هذا راه غير قريب لنا البنات واحد 15 دقيقه، ميم با ما كاملاش كاع 15 دقيقه، 12 دقيقه 15 دقيقه هانتيا فيه وصافي. هذا ما كان اخوتي، شاركت معكم نهار انا ووليداتي. كما قلت لكم واخا هكا كانت شويه الدنيا خفيفه، يعني غير شي حاجه قليله اللي كانت. ملي تيكون الحال بحال هكا ما تيجيوش الناس تيبغيو يجيو ملي تيكون الحال زوين، الحال سخون، تما فين تتكون الدعوه زويونه وصافي. ما في الصراحه الوليدات عندهم ما يلعبوا هنا، عندهم ما يشوفوا، زعما يمشيو غير يمشيو للدار دوش النعاس الصراحه. هادو البنات تماكن هنا راه تيكريو، ممكن هادو انا ما سولتهمش ولكن 100% تيكريو تماكن هذوك اللعيبات باش يدخلوا اللي بغى يدخل تماكن. المهم البنات يلا دابا انا غادا نمشي للدار وغادا نشارك معكم واحد البسطيله اللي تتكون فاعله تاركه. المهم جيت اخواتاتي غندير واحد ميني بسطيله، واحد البسيطه اللي هي صغيره. عرفتي قلبت الكونجيلاتور شنو غندير نلقى واحد الحشوه عندي بقات عندي ديال البسطيله، بانت ليا غير شويه، قلت اجي غندير نضيف عليها شويه تما. كيف ما تشوفوا معايا البنات انا عندي كلشي في كونجيلاتور، يعني ما شريت ما والو. جبت واحد شويه الكالامار، درت عليها البنات شويه ديال الزعتر وريقه ديال سيدنا موسى وخليته يطيب. وكيف ما تشوفوا معايا جبت هنايا داك الحوت الابيض حتى هو، واحد 3 المرصوات حتى هما حطيتهم تما. والكروفيت حتى هو البنات كان عندي في كونجيلاتور، جبدته حتى هو ودرتو هكا في مويها باش يطلق ليا. وصافي كيف ما تشوفوا معايا غادا نقيه معاكم تماكن، غنقيو مجموعين اختي عاونوني. وصافي غندير واحد البسيطه كما قلت لكم اللي هي تجي غير صغيره، ما غاداش نكبرها، يعني غير صغيره على حساب الوليدات وصافي. وكانت بقى عندي واحد الحشوه في الثلاجه، ما بغيت انا بغيت نخوي الثلاجه، ما كاينلاش تبقى الثلاجه عامره. قلت اجي هذيك الحشوه غادا نزيد عليها ان شاء الله، وغادا نزيد عليها غير شويه. يعني الحوت عندي كلشي موجود تبارك الله في الثلاجه، راك عارفين انا ملي تتبان لي زعما الصراحه شي حاجه رخيصه تنبقى نشري. وهذا ما كان من بعد ما نقيت معكم كيف ما شفتوا الكروفيت راه درتهم. هاد البنات البسطيله تتبغي هذاك الحوت يكون مسقطار، راه هو حتى لا خليتوه ليله زعما هكا تسلقوه بالليل وتخليوه حتى للغدا البنات وديروه راه تجي احسن. يعني كيف ما تشوفوا مع ديك الميها دايره فيها شويه الزعتر وريقه سيدنا موسى، هادشي اللي كاين البنات. حيد داك الكالامار راه طاب، دابا درت داك الحوت ثاني البيض تماكن، هذاك غير ذاك راه طيب راي شويه وصافي. وصافي البنات وغادا هذا هو لاصوص باش غادا نديرها. درت تماكن الكزبره والمعدنوس كيف ما تشوفوا معايا، حكيت داك التويمه، واحد 4 الفصيصات ديال الثومه. راك عارفين البنات نديروا على شكل الشرموله ديال الحوت، يعني تجي فيها الشريميل ديال الحوت هكاك. قزبر المعدنوس الثومه درت البنات التحميره. وبالنسبه للبزار ما تقووش، درت انا شي غير الراس ديال المعلقه ديال البزار ما تكثروش. والكمون حتى هو واحد شويه تماكن. المهم راك تشوفوا تماكن شحال تندير. هذه البنات الهريسه اختي دايره جايه من المغرب، دايرها حتى هي في الكونجيلاتور، انا راه مكاينه الكونجيلاتور، يعني تتبغي شي حاجه تجيب ديها. وهنايا مطيشه الحك البنات، درت هنايا واحد 3 المعالق كبار ديال مطيشه الحك، ودرت البنات هنايا شويه ديال المليحه. المهم وزويته بلديه ضروري ومؤكد خلاوها، يعني باش تجي ديك لاصوص بنينه وتجيكم بسطيله بنينه. زدت معاها واحد شويه ديال الزيت العاديه، ودرت البنات واحد نص حامضه تماكن حتى هي عصرتها. عارفين الحامض تيتواتى مع الشرموله ديال الحوت. وهذا ما كان اخواتاتي، غنخلطوا العناصر وغادا نزيد تماكن واحد النص ديال الكنور ديال الحوت، النص ديالها يعني بلا ما نكثر. انا اصلا قلت لك بسيطه اللي غنديرها غير صغيره، غير غنكمل بهذيك الحشوه اللي كانت عندي في الثلاجه وصافي. يعني ما نديرش حاجه كثيره، درت غير النص ديال داك الكنوره ديال الحوت. وحتى الا بغيتو تستغناو على الكنور ديال الحوت بلا ما ديروا، لحقاش اصلا راك عارفين كلشي، يعني كاين الكروفيت، كاين الكالامار، كاين الحوت الابيض البنات، راه كاين الحوت. هنايا درت داك الشرموله صافي درتها فوق البوطه وخليتها تما تغلي. واحد البنات واحد الحيله اللي بغيت نشاركها معكم، هذيك الخميره انايا ملي تسالي ليا ما تلوحش لهذيك الغطايه ديالها، تنخليها البنات وتندير عليها تماكن، تنديرها في المطيشه ديال الحك، تنبقى نسد بها ديك المطيشه ديال الحك كيف ما تشوفوا معايا. المهم الفكره راها واضحه. يلا تعالوا معايا نكملوا الحوت ديالنا. من بعد ما تماكن تنديروا تسقطر، غادا نقطع داك شويه داك الكالامار، باغا نقطعوه هكاك غير بالميس نشدو نقطعو. قبل ما تنقطعو البنات تنحيد لي داك الجلده، داك الجلده هكاك باش ما تكونش، باش ما تبقاش تماكن قاصحه، تنحيدها ضروري. ما تنحيد داك الجلده كامله تندوز عليها نحيدها تماكن من الحوت وصافي البنات. وغادا نقطعو اللي هو مربعات، يعني يكونوا شويه غلاظ، ما ترقيوش داك الحشوه ديال البسطيله بلا ما ترقيوها، يعني على كيف ما درت لهم انايا تماكن.
وصافي اخواتاتي. مهم الفيديو راه شارح نفسه بلا ما نبقى نكثر عليكم ببلا بلا. غنكمل داك الحوت كامل كيف ما تشوفوا معايا، وغنعاود نديرو في ديك الشبيكه بما بغيت حتى ديك الساعه نبغي نجمع سميتها مازال غنخليه يطلق، لكن شويه الماء يعاود يطلق ديك المياه ديالو درتهم في الشبيكات وخليهم تما. كاين البنات بلاتي شويه. المهم هنايا غادي ناخذ واحد التبصيل. هذه هي الحشوه اللي كنت قلت لك بقات عندي من داك النهار، بقات عندي في الفريغو، وعاد جبتها لي في الكونجيلاتور، عاد جبتها خواتاتي وصافي. وغادي الشيء انا كاع ما درت داك الشعريه ما درتهاش تما، كانت عندي كافيه الشعريه، زدت غير الحوت يعني ما زدت لا شعريه لا والو. هذاك الكالامار والكروفيت، وزدت داك الحوت الابيض الخواتات وصافي. تنبقى ناخذ تما كاين كلاصوص اللي طيبت اللي شاركته معكم، تنبقى نضيف بشويه بشويه وباش تنجمع داك الخليط كامله اولا داك الحشوه تنجمعها مزيان على هذا الشكل. المهم الفيديو راه شارح نفسه، ماشي شي حاجه اللي واعره يعني. بالنسبه للمبتدئات راه ساهله باش ديروا بسيطيله. لا بغيتو تصاوبوا شي بسيطيلات شهيتوا بسطيلات الحوت ولا شي حاجه. المهم انا من العشاق ديال بسطيلات الحوت، والاغلبيه عندنا في الدار ما تيبغوش بسطيلات الحوت، تيبغوا بسطيله ديال الدجاج. المهم غنشارك معكم ان شاء الله عما قريب، غنشارك معكم واحد البسيطيله ديال الدجاج باغا نصاوبها الاخت ديالي ان شاء الله. المهم خلي دابا تجي وغادا ندير لها بسطيله الحوت وغادا نشاركها معكم ان شاء الله، حيت هي تبغي بسطيله الحوت ما تبغيش بسطيله ديال الدجاج، ما تبغيش بسطيله الحوت. غادا نشاركها معكم ان شاء الله بكل تفاصيلها. بالنسبه للمبتدئات انا اختي متندويش مع تبارك الله الباترونات اختي اللي تيعرفوا يطيبوا. انا اختي مبتدئه باقا تنتعلم وباقا كل نهار تنزيد الكوزينه بحر. المهم خواتات كيف ما تشوفوا معايا تما كي درت هذيك الزويته اللي بقات عندي من لاصوص خلطتها مع الزيت وحده اخرى، وهي باش غادا ندهن بها داك الوريقه ديالنا ودا. واللي ما عندهاش اللي ما بقاتش لك مثلا داك لاصوص هكاك فيها ليدان، ديري الزيت الحمراء. يعني البنات الزيت الحمراء ما تنستغناش عليها، تنديرها في المسمان بطيبيطات هكاك معمرين. ضروري البنات داك الزيت الحمراء تنديرها، راه شاركتها معكم شحال من مره في اليوتيوب، شحال من فيديو تنصاوب فيه شي مسمن ولا شي حاجه تنشاركها معكم. يعني الزيت عادي، الزيت تخلطيه مع التحميره. ومن الاحسن انا اختي كانت الصراحه هي اللي كانت عطاتني هاد القضيه ديال الزيت الحمراء. كانت تخدم فاتشي ديال الكوزينه في المغرب، وتيديروا القراعي كبار ديال الزيت الحمراء البنات، وتيخليوها تيكون عندهم بحال هكا تتبقى بالسيمانه بال15 يوم وهي تطلاق البنات، وهذيك هي باش يوليو يطيبوا. الصراحه تعطي حتى الكولور زوين لهادشي ديال المسمن، البسطيله تجي محمره تجي زويونه. المهم انا في الصراحه كنت باغا ندير بسيطيلات هكا انديفيديوال، الساعه قلت انا ما عنديش بزاف الحشوه غنبقى باغا شنو باغا نخرج منها، راني نديرها في بسيطيله صغيره ونوض نيضه. ايوا صافي هادشي ما كان البنات كيف ما تشوفوا معايا. الفيديو راه شارح نفسه. هادو هما الطريقه ديالي ديال البسطيله. هاد المره شاركت معكم هاد الطريقه هادي، والمره الجايه ان شاء الله غنشارك معكم واحد الطريقه عاوتاني وحده اخرى غزاله اللي كانت تديرها واحد الحاجه الله يذكرها بخير والله يشد لها في صحيحتها، حتى هي غادي نشاركها معكم حاجه فاسيه. وهذا ما كان البنات. يمكن وصلنا للنهايه ديال الفيديو، ما بقى لياش نبقى دك 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 دك. المهم غندخلوها للفران من بعد ما تحمرات. قطعت معكم البنات المورصو واخا طاح لي واحد شويه تما، كاين ماشي مشكل كلشي غيتكال. وصافي كان هذا هو الشكل النهائي، ومع السلامه.